لو رُحت عرّفت ماما اللي حصل بيننا أنا ممكن أأذي ماما. هو أنتِ فاهمة إن ابنِك أو بنتِك ممكن يسكتوا على الخطر حتى لو حد هدّدهم؟ حتى لو قال لهم لو اتكلمت هأذيك أو هأذي ماما وبابا؟ الأطفال الصغيرة مش بتفهم معنى كلمة تهديد، هُم بيفهموا الخوف، وعلشان كده دورِك كأم وكأب مش إنِّك بس تربّي، دورِك إن أنتِ تحاولي تأسّسي ابنِك وبنتِك على إنه ما يخافش أبدًا منِّك. خلّيكِ دايمًا مصدر أمان ليه، لو مهما حصل يحكي لِك وهو متطمن. دورِك إنِّك تنقذي ولادِك. طبعًا إحنا قدّام كارثة للأسف توجع جدًا ووجعها مش بسيط. الأطفال الصغيرة بيتعرّضوا لحاجة عمرهم أبدًا ما كانوا يستاهلوها، وعلشان كده لازم أقول لِك الخطوات دي واضحة جدًا وصريحة تعمليها مع ولادِك. إزاي تخلّي ولادِك يعرفوا يحافظوا على نفسهم، حتى لو حد حاول يقرّب منهم أو يخوّفهم أو حتى زي ما بيتقال يهددهم. كوني حريصة جدًا تعلّمي ابنِك جملة إنقاذ واحدة بس: جسمي ملكي، ما حدش يلمسني. قوليها معاه من وهو صغير كل يوم، بلعب، بتمثيل، لحد ما تبقى تلقائية، لحد ما الكلمة تبقى مغروسة في اللاوعي بتاعه، هو بقى فاهمها وحافظها بتلقائية. علميه 3 أماكن ممنوع حد يلمسهم من غير أي تفاصيل تخضه، بالراحة برضو عشان هو صغير. المكان اللي بيستخبى فيه الهدوم الداخلية ممنوع حد يشوفها، ممنوع حد يلمسها، ولو حد حاول أعلمه يصرخ ويجري، ولو حد هددك تقول لماما فورا. الأطفال على فكرة مش بيفهموا يعني إيه تهديد، لكن فاهمين حاجة واحدة بس: ماما هتحميني. خليه دايما يسمع منك انك هتحميه، مش مجرد بأفعالك. اتكلمي معاه دايما، وهنا خلينا نقول ان ده يجي وقت الحدوتة. اتكلمي معاه بصيغة حدوتة قبل النوم، وصدقيني ده احسن وقت ممكن تقدري تغرسي اكتر في افكار ابنك او بنتك المعلومة بطريقة تناسب السن ده. دربي ولادك على رد فعل واضح، دربيه على انه يرجع خطوة لورا لو حس ان هو في حاجة خطر او حد بيقرب منه بزيادة. دربيه ان هو يصرخ، يجري، يروح لأقرب شخص كبير حواليه يثق فيه. اعمليها مع ابنك أو بنتك كأنكم بتمثلوا، أيا كان إيه هي استجابة طفلك. شوفي هو بيحب إنك تمثلي معاه بالعرايس، تلعبي معاه مثلا حتى لو بالمكعبات، أيا كان إيه الحاجة اللي ممكن تتناقشي معاه وتعمليها كستوري بينك وبينه أو لعبة تعرفي توصلي له المعنى. هأكد تاني وأقول تاني، للأسف هم صغيرين قوي على كم الكوارث اللي احنا بنمر بيها، فاحنا بس بنحاول نوعيهم، بنحاول نكون لهم مصدر الأمان. افتحي باب كلام دايما مع ابنك أو بنتك من غير خوف، حسسيه دايما بالأمان. لو حد ضايقك أنا هسمعك ومش هزعق ومش هلومك، وانت مش غلطان. خلي بالك كل كلمة من دول هي دي اللي هتنقذ ابنك أو بنتك. لكل أب أو أم، الطفل اللي مطمن لك عمره ما هيسكت، واحنا دورنا مش نخوفهم، دورنا نقويهم، ولكن بوعي. ربنا يحفظ ولادنا جميعا ويجعل كل أم وأب حسن أمان لابنهم أو بنتهم.